هو احنا طبعا زي ما انتقدنا الإدارة في فترة من الفترات ولسه بننتقدها وهننتقدها، وطبعا الإدارة مش شايفة شغلها وكل الحاجات دي احنا عارفينه. لازم نيجي ننتقدك، لازم نيجي ننتقد المدير الفني. النهارده كولر بيألف. كولر انا مش عارف هو عايز يعمل ايه. كولر منزل تشكيلة ليه تحط ده؟ ايه سبب حبك فيه؟ يعني ليه لازم تبقى معاك اساسا في التشكيلة وفي الفرقة؟ انا مش فاهم. يعني انا حقيقة مش فاهم. وفعلا كان زفت وكان مش هقول لك اوحش لاعب، كان اوسخ لاعب النهارده. انا هاجي لك في الكلام وهاجي لك انا اقصد على مين، واكيد انت عارفه وانا عارفه وكلنا عارفينه. بس قبل ما نتكلم ونقول اي حاجه، ندعي لاخواتنا في سوريا وفلسطين، وما ننساش نصلي على النبي وتدعمني بشير ولايك وسبسكرايب سواء على التيك توك او على اليوتيوب. وبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا عزيزي احنا شفنا امبارح كولر لعب قدام بيراميدز بتشكيله متفاجئين اللي العش بدأ كباك شمال. طبعا متفاجئين. بدأ محمد الشناوي، محمد هاني ربيعة، ياسر، مصطفى العش، مروان عطية، كريم ندفد. انا جاي لك الوقت. اكرم توفيق المبطل كوره تقريبا من ساعه لما جاله عرض قطر. امام عاشور، كريم الدبيس، حسين الشحات، كريم ندفد. كريم ندفد ملخص الشوط الاول انا كاتبه لك اهوت. على حتى كاتب مثلا في نهايه الشوط الاول كريم ندفد وحاطط ايموشن ضحك بس. شكرا. كريم ندفد. انا طول الماتش والله العظيم طول الماتش عمال ادور عليه، هو فين كريم؟ كريم فين؟ كريم جاله 4 مرات 4 كرات. كرة اتزحلق فيهم، وكرة استلمها اتضغط عليها واتاخدت، والكرتين التانيين بصاهم غلط. ده ملخص الشوط الاول لكريم ندفد. حتى الشوط التاني بدأ انا قلت خلاص هو هيعدل الدنيا، هيطلع كريم وينزل السولية. فحتى لما التبديلات نزلت السولية طبعا ما نزلش، التبديلات نزلت كان نزل جيرادي شار وعمر كمال. قلت بس خلاص بقى هو خرج بقى إيه ندفد، وهيخرج معاه مثلا العش. فتلاقيت المعلق برضو قال نفس الكلام، قلت قشطه ده حلو قوي، ده هو خرج يبقى كده انت كولر يا عم، انت فاهم، انت صلحت غلطك. الماتش بدأ، الشوط التاني بدأ اول 5 دقايق، دقيقه 50 اديتها كان ندفد اهو. امال مين اللي طلع؟ انا مستغرب. ايه سبب حبك في كريم ندفد؟ انا مش فاهم. بدأت بقى تطلعه وتنزل مكانه قفشه. قفشه نزل، الاهلي تقريبا 10 دقايق احسن من بيراميدز. تقريبا من اول لما قفشه نزل لحد الدقيقه مثلا 85 الاهلي احسن من بيراميدز بكتير. قفشه حتى شفت الاسيست اللي عمله امام، اللي امام ضيعها. لا امام قفشه فارق. طب انت ليه ما لعبتش قفشه من الاول يا عم؟ قفشه وجباته الدفاعيه زفت وطين. السوليه مكان كريم ندفد. انا كنت متوقع ان انت هتبدا بالسوليه، كنت متوقع نص الملعب هتبدا بمروان واكرم والسوليه. السوليه انت فاهم واحد متوازن زي توني كروس كده، مع احترامي طبعا لتوني كروس. متوازن، انت فاهم، هجوميا ودفاعيا تمام. انما انت نزلت للسوليه، نزلت قصدي ندفد بلح، ملوش دور في الملعب. مفيش كريم، اسمه كريم وليد. ده مش لاعب كوره، ده مثلا دكتور سنان، واحد مدرب جيتار يبقى هايل، مدرب جيتار. انما ده لاعب كوره انا اشك الصراحه. فطبعا انا ده كان تعليق الوحيد طبعا، اللي انت تنزل كريم وليد. مش كريم ندفد مين؟ والله ندفد كريم وليد. طبعا الاهلي في اول دقيقه مضيع هدف من حسين الشحات. حسين الشحات ما بيعرفش يلعب بدماغه، ما عارف، ما لبستش في دماغه. وبعدين كده في الدقيقه 8 تسديده من الشحات. الاهلي افضل. الاهلي تقريبا اول 15 دقيقه، حتى انا كاتب اهو 15 دقيقه ندفد مش موجود اصلا في ال 15 دقيقه الاولانيه. الاهلي اول ربع ساعه افضل، مضيع فرصتين احسن على الجون. الاهلي ضغط عالي، هوب، والكابتن رامي ربيعه. طب يا كابتن رامي ربيعه، بص يا كابتن رامي ربيعه، النهارده اللي خلى الاهلي يتعادل وكان هيكسبه مش انت ولا الفرقه ولا المدير الفني ولا الاداره ولا الصفقات اللي جابتها جديده. الجمهور اللي امبارح كان عظمه، كان واقف ورا الفرقه بيساند الفرقه. انا شفت منظر الجمهور في بدايه المباراه. لا انا فرحان. عشان بس الناس اللي بتقول الجمهور الاهلي بيشجع الاهلي لما بيكون كسبان بس او واخد بطوله بس، عمرها ما حصلت ولا عمرها هتحصل. اديك شفنا الاهلي في اسوأ حالاته والجمهور وراه. شفنا الجمهور امبارح في المدرجات كان عامل ازاي. فده السبب اللي خلى الاهلي يتعادل وخلى الاهلي يكسب، كان ممكن يكسب. ده السبب الجمهور، مش كابتن رامي ربيعه اللي يقول اللي مش عاجبني في النادي ما يشجعنيش. هقولها لك تاني وتالت ورابع لحد لما تغور من النادي. مش نادي ابوك ولا نادي اي حد في اللعبه دي، ده نادي الجمهور. وده لازم ان الاداره تعرفه واللعيبه تعرفه قبل اي حد. النادي الاهلي نادي الجمهور، وعمره ما كان هيبقى نادي الاهلي لولا الجمهور اللي ورا دوت.
تمام. الكابتن رامي في غلطه غريبه وغلطه عجيبه، وانت فاهم الفتره اللي كان فيها مستواك كويس ده كان فترات، دي فتره واحنا عارفين ان هي فتره وهترجع لمستواك الطبيعي. طب كان مستواك الطبيعي الاول انت مثلا بتتمرقص، بتتاخد على السرعه الثابته، انت دلوقتي تطورت بقيت بتجيب اجوان فينا، بسم الله ما شاء الله عليك. احنا شفنا في اخر الماتش كوره تقريبا كانت على نادي بيراميدز، عمر جابر او لا مش عمر جابر، كان احمد سامي او علي جبر، نفس كورتك يا كابتن رامي، نفس كورتك والعرضيه، وشفنا شالها ازاي، شالها قام رافعها لفوق خالص عشان ما تخبطش تروح في الجون. انت بسم الله ما شاء الله عليك، الهدف الاول عكس سير المباراه خالص، وانت دمرت الدنيا. الجون انت جبته ده انت بوظت الدنيا. طبعا الاهلي طبعا فضل ضاغط وبتاع، وهو الدقيقه 29 انت بتعمل ايه يا ندفد، وكاتب كده جمله ما ينفعش تتقال، حاجه من 3 حروف ما ينفعش اقولها، ما ينفعش خالص. فاللي هو يعني انت يا ندفد والله انا مش عارف كولر انت هو اساسا بيحطك على ايه. فطبعا التوتر كان زياده في الملعب بعد الاهلي ما اخد الجون، التوتر كان زياده، اللعبه متسرع، عايزه تجيب جون باي طريقه، اللعبه مستعجله. فطبعا كان في باصات كتير غلط، حاجات كتير غلط، اللعبه مش لاقيه بعض، كل ده بسبب الجون اللي دخل من كابتن رامي ربيعه. طبعا الدقيقه 40 طرد لاحمد توفيق. انا من وجهه نظري انا هكلمك دلوقتي مثلا عن الاخطاء التحكيميه سواء على ضربتين الجزاء او الطرد. ضربه جزاء بتاعت ابراهيم عادل في حكم هيحسبها وحكم لا، من وجهه نظري انا بكلمك من وجهه نظري، في حكم هيحسبها وحكم لا. الطرد نفس الكلام، حكم هيحسبه وحكم لا. تمام. ضربة جزاء بقى بتاعت جيراد شار من وجهة نظري اهو مش ضربة جزاء، ماهيش ضربة جزاء وما فيهاش حاجة، ده من وجهة نظري. الناس بقى تطلع تقول ضربة جزاء، انا ماليش فيه، انا بتكلم من وجهة نظري باللي انا شايفه. يعني كده انت عندك ضربة جزاء بتاعت بيراميدز والطرد ده فيه حكم وحكم، حكم هيقول لك اه وحكم هيقول لك لا، انما ضربة الجزاء من وجهة نظري ما فيهاش حاجة. ده بالنسبة للاخطاء التحكيمية. وكده كده طبعا حكم محمود البنا كان ضعيف جدا جدا جدا، ويقول لك بقى اصل الاهلي بيتجامل، اصل الاهلي مش عارف ايه. طب الاهلي هيتجامل ليه مثلا، وعلى حساب ايه مثلا؟ يا عم الاهلي اتجامل يا عم في الماتش وكانوا عايزين يكسبونا. طب ما تشوف كده الحكم محمد عادل اللي بيقول له يخرب بيتك يا بني ايمن ولا ميدو، الكره تصل في الارض مش ضربه جزاء، قام راح حاسبها ضربه جزاء. دي حاجه بس من الموسم دوت، انت فاهم، دي حاجه واحده. الشوط التاني بدأ وبرضه على عكس المجريات المباراة، النادي الاهلي ضاغط والنادي الاهلي احسن، نزلنا تبديلات ومعاهم طرد، الاهلي متفوق زيادة عددية، قلنا بس خلاص الاهلي هيجيب الاول والتاني، هوب ضربة جزاء، كابتن هاني يعمل لي ضربة جزاء. كان املي في الشناوي اللي هو يصد، كان املي فيه والله العظيم، اللي هو يا عم انا هشجعك هقول فيك جملتين حلوين، انما انت مفيش، انت بلح، انت حرفيا بلح. انا حتى كان كل كرة بتتشاط عليك والله كنت ببقى قاعد كده يا رب استر يا رب استر، حتى اي كرة بتعدي من جنب العارضة انا بقول في الجون، انت بتبقى واقف تتفرج عليها، ما انت اكيد لو رميتها هتبقى برضه جون، لو اتفرجت او رميتها هتبقى جون. فانت ما جالكش عن اختبارات كتير عن الماتش دوت، ما جالكش اختبارات كتير الا بان كوره ولا اتنين وكانوا سهلين في ايدك والدنيا تمام يعني. بس الاهلي اجى في الجون التاني بسبب ضربة الجزاء، انا كنت شايف اللي هي منحسه خالص، اصل انت كنت افضل في الشوط الاولاني قبل الجون ما يخش فيك، ودخل فيك جون اتطرد منهم واحد، قلت هتبقى احسن وهنجيب واحد واثنين وثلاثه، اجى فيك ضربة جزاء، اجى فيك الجون التاني، انا كنت شايف اللي هي منحسه ومقفله، تحسن في اغلب الماتش، هوب 2-0 للبيراميدز 2-0. فاللي هو انا خلاص انا كنت شايف لو الاهلي تعادل يبقى خير وبركه، بس يفاجئنا كابتن رامي ربيعه في الدقيقه 52 ويحطوا جان حلو من اسيست الشحات النهارده اللي كان عامل ماتش كويس، ماتش بدا يرجع. حسين الشحات النهارده بالنسبه لي ده 50% من مستواه، حسين الشحات لو ركز هيبقى احسن من كده بكتير. عامل النهارده اسيست والجون التاني عرضيه برضو من نفس المنطقه، عمر كمال يعملها لجراد شار يبقى الجون التاني. فاللي هو حسين الشحات النهارده هي دي تقريبا جمله كان متفق عليها تقريبا من وجهه نظري، اصل مستحيل تيجي في الشوط التاني يجي في دقيقتين كورتين ورا بعض ويجي منهم جونين، دي اكيد جمله متفق عليها. فطبعا دي لو جمله متفق عليها يبقى كولر فعلا نشيد بيه ان هو قدر يوصل الفرقه اللي هي تجيب جونين، طبعا نشيد بيه. وطبعا هنشيد بيه اكتر ان هو نزل عمر كمال عشان هو عامل الاسيست، طبعا كولر الشوط التاني كان احسن بكتير، انما كان في بدايه المباراه بالتشكيله انا كنت شايف اللي هو بدا يخر خالص بنزول كريم نيدفيد. خلاص بقى الاهلي اتعادل، الماتش يعتبر لسه بادئ،
والاهلي احسن، زياده عدديه للاهلي. الاهلي المفروض يجيب جول واتنين كمان، ده 61 تسديده حلوه قوي من مروان عطيه، بس طبعا طلعت فوق العارضه. والدقيقه 70 نزول قفشه وخروج الكابتن الجميل الكيوت الحلو كريم ندفد. فخلاص بقى هجمه البيراميدز في الدقيقه 72 الحمد لله عدت على خير. الدقيقه 84 هجمه خطيره لامام والشناوي اللي طلعها اللي هي كانت اسيست من قفشه. وضربه الجزاء، ضربه الجزاء بص يا امام والله انا مش هقدر اتكلم اقول لك حاجه، مش حكايه مش هقدر، اللي هو يعني انت كنت شايل الفرقه، انت كنت شايل الفرقه. فالتعادل اساسا في الفتره الحاليه قدام بيراميدز انا هقول لك هو مرضي، بس كنا ممكن نكسب. بس انا مش هتكلم عشان انت يا عم انت كنت ظاهر بمستوى كويس، والنهارده على فكره انت افضل لاعب في النادي الاهلي من وجهه نظري. امام النهارده باك شمال، باك وينج شمال، وينج يمين، في الهجوم ينزل في نص الملعب، ينزل يستلم. امام النهارده كان في كل حته في الملعب. فبغض النظر عن ضربه الجزاء اللي انت ضيعتها، انت افضل لاعب الاهلي. طبعا انت افضل لاعب الاهلي، سيبك بقى من الاسيستين بتوع الشحات، انت افضل لاعب الاهلي النهارده، طبعا انت افضل واحد من وجهه نظري. فما كانش لها لازمه، كانت سهله، كانت سهله كده كده. الشناوي هيرمي شمال او يمين، فانت تحطها في النص شكرا، هتخلص الماتش، هتكسبنا الثلاثه بونت. بس يا عم عادي، هنعديها لك وهنعدي لك كمان غلطه، بعد كده ما عادش في حاجات من دي. فالنادي الاهلي حاليا تاني المجموع، تاني الدوري برصيد 20 بونت. بيراميدز متصدر ب 21. لسه طبعا ماتش الزمالك اما نشوف هيعمل ايه النهارده باذن الله. طبعا النهارده جيرادي شار ومصطفى العش عاملين اداء كويس. مصطفى العش الشوط الاول من وجهه نظري كان هايل، كمستوى هجومي، كمستوى دفاعي، كتحركات، كانت لعب الكوره. هو فعلا خامه كويسه وخامه هتيجي منها ولسه هيتحسن ان شاء الله. فانا الصراحه انا ما كنتش شايفه ان هو يطلع، انا من وجهه نظري كان يكمل، بس ما دام طلع ونزلنا مكانه عمر كمال عبد الواحد وكريم الدبيس رجع لعب مكانه، فعمر كمال عبد الواحد عامل الاسيست، انا تمام، انا مرضي، انا تمام. وجرادي شار طبعا كان النهارده جاب جون وعمل ضربه الجزاء. لسه سنه صغير 22 سنه، مش متعود اللي هو يلعب في فريق كبير زي النادي الاهلي. لسه طبعا الجمهور لسه ما خدش على الجو. النهارده طبعا هو ظهر باداء كويس، بس لسه هيبقى احسن واحسن مع التاقلم مع الماتشات مع الانسجام مع الفرقه، هتاخد منه ان شاء الله حاجه كويسه جدا جدا. فالتعادل امبارح فعلا كان مرضي للنادي الاهلي 2-2 بعد ما كنت مغلوب 2-0. كنت ايوه هتكسب، بس قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله. طبعا لازم اشكر طبعا الجمهور هو السبب رقم واحد والاساسي ان النادي الاهلي يتعادل امبارح، ده من وجهه نظري، وما فيش حد هيعترض على كلامي اللي انا بقوله. لما الجمهور امبارح اللي هو فعلا كان من اول دقيقه لاخر دقيقه بيشجع النادي وبيشجع اللعيبه، كان ممكن اللعيبه ده ما تقدرش تتعادل اصلا بالسكواد اللي موجود دوت، بكريم ندفيد، بكريم وليد، بالحاجات دي. فطبعا جمهور النادي الاهلي كم انت عظيمه، جمهور النادي الاهلي. طبعا الاداره احنا مش ناسينها، جبنا صفقتين وجبنا التالتة، وان شاء الله في كلام على بن شرقي وفي كلام على وينج كمان، فالله اعلم الصفقتين اللي لسه جايين سواء بن شرقي او الصفقه الاجنبيه التانية ايه اللي هيحصل فيهم. من هنا مثلا اليومين الجايين الامور هتوضح. بس كده عزيزي، وما تنساش تدعمني بشير ولايك وسبسكرايب سواء على التيك توك او على اليوتيوب. سلام.